مساء الخير والمحبة. كلود، شكرا لكلماتك الجميلة التي تشبه قلبك دائما. يسعدني أن أكون بينكم اليوم في قرنايل، هذه البلدة التي تعانق السماء وتتكئ على كتف الجبل كقصيدة مكتوبة بالحجر والضوء. قرنايل ببيوتها العتيقة التي تحمل روح الريف الجميل وتهمس لزائريها بحكايات الزمن الجميل وتفتح نوافذها على الضوء والضباب معا. هنا حيث الهواء نقي كدعاء عذب والأشجار تحفظ أسرار الريح، هنا تشعر الروح وكأنها عادت لأصلها. فمساءكم قرنايل. واسمحوا لي بداية أن أوجه تحية للمشاركين، الصديق الغالي الشاعر والإعلامي زياد عقيقي والفنان الكبير جمال الأحمر. وأيضا يسعدني أنني في بلدة الصديق الرائع خالد الأعور. أسعدني بحضورك. قبل أن أقرأ رماد وأمل كرواية قرأتها في نبرة صوت إيمان، في رقة تلك النبرة، في الكلمات التي تنتقيها بدقة قبل أن تنطق بها، في الصمت الذي يتكلم أكثر مما يخفي. قرأت النص في روحها، في الشفافية التي تشبه ضوء الصباح حين يتسلل برفق إلى الزوايا المهملة من أرواحنا. عرفت منذ اللحظة الأولى أنني لا أتعامل مع كاتبة فحسب، بل مع إنسانة استطاعت أن تلملم خيباتها أو شتات خيباتها وأن تحول رماد انكساراتها إلى أمل يبرق على الورق، إلى أمل صادق لا يخجل من ندوبه. رماد وأمل هو اختصار دقيق لرحلة امرأة كتبت لتنجو ونجت لتكتب، وخلال هذه الرحلة لم تولد رواية تستحق القراءة فقط، بل ولدت صداقة نادرة بيني وبين إيمان، صداقة أساسها الصدق والنقاء والإيمان المشترك بأن الكلمة قادرة على التغيير وعلى الترميم وعلى النهوض بنا من تحت الرماد. اليوم ونحن نحتفل بهذا الإنجاز، أحتفل أيضا بها بإيمان الإنسانة، إيمان الكاتبة التي أؤمن أنها ستترك أثرا عميقا في كل قارئ وقارئة. فمبارك إيمان هذا النضج وهذا الضوء وهذا النهوض من تحت الرماد. وشكرا لكم جميعا بإنصاتكم، وأهلا وسهلا بك في دار رماد النشر.